السلام عليكم. ظهر قرار بحظر النقاب في المدارس، ومش بس كده، ده كمان اللي هتيجي محجبة لازم تجيب موافقة من ولي أمرها. وأنا بتابع بعض التعليقات على الموضوع ده لقيت تعليق غريب جدا من الدكتور أحمد كريم. أولا النقاب ليس لا واجبا ولا سنة. أنا بقول وأؤيد هذا القرار. انت متخيل ان واحد دارس شريعة يكون مع قرار زي ده؟ وانا مش هجيب حد يرد على احمد كريمة، انا هجيبه هو يرد على نفسه في كلام كان قاله قبل كده، بس بعد ما نتكلم عن حكم النقاب. اولا كده، موضوع النقاب مش زي ما بيحاولوا يصوروه انه عادة ومش من الدين في حاجة. خد شوية ادلة كده من القرآن والسنة علشان تعرف ان النقاب من صميم الدين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأكثر المفسرين على أن الآية دي أمر بتغطية الوجه للنساء، لأن الجلباب هو اللي بيوضع على الرأس، فلو نزلته هيستر الوجه. وقيل أن الجلباب ما يستر جميع البدن. وخد كمان الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. البخاري روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت هذه الآية شققن مروطهن فاختمرن بها. والحافظ ابن حجر قال فاختمرن يعني فغطين وجوههن. طب هتقول ايه بقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ والحديث في البخاري. قال الإمام أبو بكر ابن العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج. الخلاصة أنا بحاول أوصل للناس إن الخلاف في النقاب بين الأئمة والعلماء المعتبرين على إنه فرض ولا مستحب، مش على إنه حاجة مش في الدين أصلا. واللي أجمع عليه الفقهاء المعتبرين إن النقاب فرض في وقت الفتن أو في زمان الفتن. فأنا عايز واحد عاقل بقى يقول لي الزمن اللي إحنا فيه ده زمن فتن ولا لأ. فبلاش حد يلبس علينا ديننا، وفرصة بقى افتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واسمع لكلام العلماء بجد، مش علماء على ما تفرج. نيجي بقى لرد أحمد كريمة على أحمد كريمة في موضوع النقاب. اشمعنى الآن بيتكلموا ضد الإسلام؟ هذا دين، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وانتوا عايزين بقى ما يطلبه المستمعون على رأي الشريعة. يعني أنا أحارب المتنقبة واسيب المتبرجة؟ يعني أنا أحارب المتنقبة واسيب المتبرجة؟ اشمعنى النقاب اللي يتمنع؟ ما يتمنع التبرج. شفتوا زمان كان بيتكلم ازاي؟ طب هل اللي اخذ القرار بمنع النقاب ده يقدر ياخد قرار بمنع التبرج برضه؟ ما يقدرش، لانه وقتها هيقولوا فين الحرية؟ حرية في التبرج، لكن في الالتزام بالستر مفيش حرية. انفصام غريب. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.